يعني لازم تكوني بتحبي الشخص ده عشان تعرفي تجيبي له هديه صح. انا حامد عرفه، مؤسس ورئيس مجلس اداره شركه هايلايتس. مع حضرتك أمينة من ماركتنج ايجنسي اسمها كيف. فايه الانطباع اللي جه لحضرتك اول ما سمعتي اسم كيف؟ كيف ممكن تبقى كيف زي ما كل المصريين بيقولوها، وممكن تبقى كيف اللي زي ما العرب بيقولوها ازاي. مظبوط، صح فعلا. هو فعلا احنا عندنا الكونسبت ما بين المزاج وما بين النو هاو، نعمل الحاجه بس بروقان. تمام. بص، هنلعب لعبه بسيطه قوي عباره عن 3 فقرات. حاجه بتعملها بتديك طاقه ايجابيه. ممكن اكتر حاجه بتديك طاقه ايجابيه نوع الموسيقى اللي بسمعها ايه. تسمع نوع ايه بقى؟ حسب، يعني لو عايز حاجه بوزيتيف بسمع ميوزك، حاجات الناينتيز وايرلي 20s اللي انا كنت بحبها زمان. اقل درجه جبتها في المدرسه مش هفتكر، بس انا فاكر ان انا وقت ثانوي عام كان نفسي ادخل كليه هندسه، واعتقد في وقتها انا جبت 78%، ووقتها كانت كليه هندسه بتاخد من 78 ونص او 79. فلما ما دخلتش الهندسه قررت ان انا ادخل كليه تجاره، وهما الاثنين بعيد عن بعض، بس نظرا ان انا كنت وقتها اوريدي ابتديت اشتغل فقررت ان انا اخد يعني كليه نظريه اكتر ما يبقاش فيها وقت كتير، فدخلت كليه تجاره. لبان سحري. هو انا مش من هواة اللبان، بس طبعا صورة اللبان ده بتفكرنا بشكل اللبان بتاع زمان، كان نفس الستايل ده. اخر حاجه بقى، تروث اور دير. قول لي على هديه جات لك وما عجبتكش بس عملت انها عجبتك. حاجات كتيره حصلت، يعني في مثلا ناس بتجيب لي مثلا نوع ورد معين وانا ما بحبش النوع ده فبقبله وخلاص. هو نقبل بقى الهديه، بس ما فيش فن اختيار الهديه، لا. لا مش موجود عند كل الناس، يعني لازم تكوني بتحبي الشخص ده عشان تعرفي تجيبي له هديه صح. مظبوط. شرفت جدا بحضرتك جدا بجد. شرف ليا. شكرا لحضرتك.